ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم بارك. تعالوا نشوف كده مع بعض الفراخ الحلوة الجميلة دي. شايفين الفراخ دي؟ عايزين نعرف بقى الفراخ دي مع بعض كده نوعها ايه، وليه لونها اسود، والنوع ده ايه من الفراخ لما بتبقى سودا كده. ما شاء الله، اللهم بارك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شايفين الفراخ ديت؟ انا بصراحة اول مرة اشوف اللون الاسود قوي من الفراخ دي، بس انا هقول لكم دلوقتي هنعرف نوعها ايه، وهنعرف الفراخ دي اصلا بتاكل ايه، وهنعرف كل حاجة عنها. اولا هي فراخ ما شاء الله كده اللهم بارك بلون المرار الطافح. اول حاجة ان هي بلون المرار الطافح، لونها اسود. طيب الفراخ دي عبارة عن ايه اللي هي مش راضية تاكل وخايفة طبعا مني؟ هما دلوقتي كشين وخايفين مني، لكن هما ما شاء الله عليهم بياكلوا ما شاء الله عليهم. شايفين اهم مصحصحين، يعني محدش يقول اصل نوعهم مش حلو فهم شكلهم تعبانين او كده، لا هم ما شاء الله الفراخ حلوة. بس هو صراحة اول مرة ان انا اجيب اللون دوت او الفراخ دي، بس انا هقول لكم دلوقتي الفراخ دي نوعها ايه. يلا بينا كده نسمي الله، ومتنسوش تحطوا بقى لايك للفيديو كده ان شاء الله يعجبكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة تعملوا متابعة. بصوا بقى يلا نسمي الله. اولا الفراخ ديت الفراخ اللي هي الوزارة، البيضة اللي بتتباع في المحلات عادي، اللي هي المحلات العادية، الفراخ البيضة الوزارة العادية، بس اللون بتاعها هو اللي مختلف. الفرختين دول واقفين على جنب كده ايه تعبانين مالكم؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. فهي دي الفراخ الوزارة، دي دورة فراخ وزارة. انا عملت دورة فراخ وزارة اللي هي بعد 40 يوم تقدري ان انت تاكلي منها عادي جدا. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا المية بتاعتهم موسخة هنغيرها لهم. بحط لهم اول 3 ايام عشان تغيير المرعى بتاعتهم وكده معلقة خل على المية، وبياكلوا علف بادي اللي هو الناعم، بس احسن نوع بيقولوا الاصيل او المجد. دول احسن نوع في انواع العلف اللي هي بتاعه الدوره. الفراخ الوزارة، الفراخ ديت مش للبيض، الفراخ ديت للاكل، يعني الفراخ ديت علشان الاكل بس، لكن هي مش للبيض. ما شاء الله اللهم بارك. هتابع معاكم على طول يعني الفيديو يعني كل شويه اعمل لكم فيديو واوريكم بقى الفراخ مع النمو بتاعها، كل مثلا كام يوم بتزيد، وكل اسبوع مثلا انزل لكم الفيديو للفراخ ان شاء الله، يعني نعيشوا كده على خير وكملوا معانا على خير. هنزل لكم هما حجمهم بيتضاعف ازاي في وقت قريب جدا. ما شاء الله اللهم بارك. هما لسه جايين امبارح، فانا عشان كده حاطه لهم شويه علف مش كتير طبعا. هجيب لهم بقى شكاره علف 25 كيلو ما شاء الله اللهم بارك، علشان ايه يقدروا يعني ياكلوا منها لحد ما يشدوا حيلهم كده شويه. هي اصلا 40 يوم شهر او كده تبدأ بقى ان هي ايه تاكل معاكي اي حاجة، بس خليكي يعني المضمون، وخليكي في الامان، وما تاكليش الفراخ الوزارة الدورة ديت الا علف فقط لا غير، من غير اكل بيتي عشان ما تتعبش معاكي. تمام. ما شاء الله. هو بس ايه يعني الفراخ دي عادية جدا، فراخ وزارة زي ما قلنا، بس هي مختلف لونها، لكن انا صراحة ما اعرفش هي السلالة بتاعتها ايه يعني اصلا عشان لونها يطلع اسود كده. فصراحة حبيت اوريكم يعني الفراخ لونها غريب عليا شوية، معرفش بقى، في ناس اول مرة تشوفها زي حالاتي، في ناس عارفاها وجربتها قبل كده. طبعا اللي جربها قبل كده او عارف نوعها قولوا لي في الكومنتات يعني نوعها ده كويس ولا لا، وهل النوع الاسود ده السلالة بتاعته ايه. يعني انا اعرف الفراخ السود البيضة، لكن السودة دي بصراحة لا، ما علينا. دي بقى دعواتكم كده ان شاء الله ربنا يبارك فيهم ويطلعوا كويسين ان شاء الله. وهحط لهم بقى هنا على العلف زي ما قلنا، وهناك الميه ديت هغيرها ونحط لهم ميه على معلقه خل، علشان معلقه الخل ايه تخلي معدتهم تبقى كويسه، وما يحصلش لا قدر الله اسهال او اي حاجه. ما شاء الله اللهم بارك. صلوا على النبي يا جماعه كده حتى في الكومنتات. هنا طبعا الفراخ بتاعتنا العاديه اللي احنا العاديه بتاعتنا، يعني البلد اللي احنا عارفينها. هم عندنا اهو الديك ما شاء الله عليه كده، لما بيأذن كده بحس ان الواحد متمزج كده من صوته. ما شاء الله اللهم بارك يعني. هنروح بقى نشوف ايه جابوا لنا ايه النهارده كده، بقى لهم يومين كده ما بضوش. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، حلوين. خير من عند ربنا. انا هشيلهم بقى علشان ايه الديوكه لما بتدوس عليهم بصوا مكسرين اهو، مكسرين البيضه اهو، بيضه مكسوره اهي مكسرينها، علشان انا كنت شلت من وراها البيض، فبيقفوا بقى الديوكه الكبيره ديت. الديوكه دي ما شاء الله بتروح واقفه بقى على البيضه بتقوم مكسراها، فانا ما شاء الله هشيلهم كده اهو.
ما شاء الله حلوين، نعمة يعني، نعمة وفضل من عند ربنا. نشيل بقى دول علشان ايه برضو ايه ما يتكسروش. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. حاجة كده والله ما شاء الله. الخير في البيت حلو يا جماعة، الخير في البيت حلو. بيض عادي وفراخ عادية جدا يعني، انما دي اللي مش عادية بصراحة. دي اللي انا اول مرة اجيبها وحاسة ان هي مش عادية يعني. حتى شكلهم سبحان الله صغنون كده، هما بيشربوا مش يعني مش فاهمة. انا اول مرة صراحة اشوف فراخ سودا كده، فتحسوني منبهرة بيها شوية يعني. ان شاء الله كده ربنا يبارك ويبقوا حلوين. وان شاء الله كده هعمل لكم بقى فيديوهات يعني، هستمر معاكم لو ربنا بارك فيهم كده. كل فتره هوريكم فتره قصيره الفراخ دي ممكن يوصل حجمها قد ايه، بس طبعا مع الاكل والاهتمام بتبقى كويسه وربنا بيبارك يعني. دلوقتي هبدا بقى ان انا اروح اغير لهم الميه بتاعتهم واحط لهم برضو شويه علف وكده ان شاء الله. ايه زي ما قلت لكم نتابع مع بعض، وقولوا لي بقى في الكومنتات بقى ان شاء الله كده اللي يعرف نوع الفراخ ديت. هي فراخ نوعها وزاره، انا عارفه نوعها وزاره، بس هي جت لونها ده جه منين يعني؟ يعني اللون بتاعها ده سلالته ايه او جه منين؟ اهو ما شاء الله اللهم بارك، لا حول ولا قوه الا بالله. متنسوش بقى يا جماعه لو لسه مكملين معانا لحد دلوقتي تحطوا لنا لايك للفيديو. اول مره تشوفوا القناه بتاعتي تعملوا لنا كده متابعه عشان ابقى اديكوا فرخه هديه. اول ما يكبروا اللي هيعمل لايك للفيديو ويعمل متابعه هبعت له فرخه هديه. اشوفك بقى ان شاء الله، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد كده لما الفراخ الصغنونه بتاعتنا دي تكبر شويه، وهنبدا يعني اعمل معاكم مراحل فيديوهات علشان اوريكم هي ما شاء الله بتكبر في فتره قد ايه، وقت قد ايه. واللي عاوز يسال مثلا على حاجه معينه، اكلهم ايه، يشربوا ايه كويس علشان يكبروا اكتر ويكبروا اسرع. اللي حابه تعمل دوره فراخ وحابه ليها اي سؤال او اي حاجه تقولي وانا ان شاء الله افيدها، وحطيلي في الكومنتات.